هو مين بيعمل انضف مربى فراوله في مصر؟ يعني ايه الفرق بين برطمان مربى ب 37 جنيه وبرطمان ب 96 وبرطمان تالت ب 145 جنيه؟ هو في ايه؟ اولنا ايه؟ الله ينور عليك كمان جوز. المكونات نبدا باول نوع 45% فراوله، نسبه كويسه. 60% سكر، ده عالي حبه بس طبيعي لان دي مربى. بس في نوعين من المواد الحاره رغم انه اقل فتره صلاحيه فيهم. معناه ايه ده من هقول لك في الاخر. بسم الله. طعم فراوله حلو، كميه فراوله مقبوله مع سكر المربى المعروف. ندخل على المستورد منه، شياكه واناقه. قالك منذ 1935، يعني الناس دي كانت سابه الحرب العالميه وبتعمل مربى. 50% فراوله، نفس نسبه السكر بس مفيش مواد حافظه. شكلنا داخلين على حاجه قبها من جوه. بس استنى كده، الراجل ده مستخدم مع السكر جلوكوز وفراكتوز، يعني الثلاث انواع من المحليات. هتقول لي وده معناه ايه يا منجوز؟ اقول لك سنه صناعيه ازيد مع شويه توفير في الالمونيوم. اسمع معايا كده. ايه ده في هي ليه ما عملتش اللي حصل؟ بقفلها تاني وافتح. ده انا باني الحلقه على الصوت ده. تحس لونها رايح على مربى التين مش الفراوله. طعمها اخف من البوادي، طعم فراوله اضعف رغم ان النسبه اعلى. ده غير ان هي ما بتعملش. نختم بالوسط. قال لك مربى الفراوله بالعسل. يس، اكل براحتك. تسرع طول عمرك يا منجوز. بصه معايا كده. نسبه السكر 60 جرام بار. اكيد العسل انضف من السكر، لكن جسمك هيشوفه على انه سكر. 55% نسبه فاكهه، دي اعلى نسبه في الثلاثه، مع مكونات واضافات اقل ومفيش مواد حافظه. اسمع كده انت بخير. اللون برضو موديني ناحيه التين. طعم فراوله حلوه قوي، طعم سكر فعلا مختلف. اما لو منجوكس سال منجوج ويختار مين في الثلاثه، اختار الانضف في المكونات. طب ليه ده في مواد حافظه واقل في الصلاحيه؟ السبب في انه اقل في الصلاحيه محطوط في علبه بلاستيك، عشان كده حاطط مواد حافظه. عارف صوت التك اللي في البرطمان الازاز؟ دي احد اسباب طول فتره الصلاحيه. ده غير ان ماما بتحط فيه مخلل بعد المربى ما بتخلص. لو جربتهم قول لي مين احلاهم بالنسبه لك. في اقتراح مختلف اكتبوا لي في الكومنتات.